بتبدأ أحداث قصتنا بفتى اسمه شينيا ماشي بالليل وبيستخدم موبايله، وفجأة بيشوف ناس بيجروا من المتجر، وبتصطدم فيه بنتين صغيرين وبيقعوا على الأرض، وبيجري وراهم شخص عايز يقتلهم. بيحاول شينيا الهرب من هناك على الفور، بس البنتين خايفين ومش قادرين يهربوا من هناك. وبعدها بيتحرك الراجل ده عليهم عشان يقتلهم، بس شينيا عايز ينقذهم ويقرر منع المجرم ده. فبيروح ناحيته وبيوقع المجرم على الأرض ويقول للبنتين يهربوا، بس المجرم طعنه وجري بسرعة. وبيروحوا البنتين عشان يشوفوه، هما بيعيطوا، بس شينيا فرحان عشان أنقذهم وزعلان في نفس الوقت عشان خلاهم يعيطوا. بيصحى وبيلاقي نفسه في أوضة فخمة، بيتسأل عما إذا كان دي مستشفى، وبيفتكروا إن ساعد بنتين. وقتها شافته الخدامة وبتنادي بالسيد كين، بينما بتحضنه ست تانية وبتسأله إذا كان يقدر يتعرف على والدته. بس شينيا كان خايف جدا لأنه ما يعرفهاش. فجأة بيشوف انعكاسه في المراية وبيتفاجئ وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل وليه بينادوه باسم السيد كين. وبيبدأ يدرك إنه بيتجسد في جسم جديد، وبيعرف إنه كان نايم لمدة أسبوع كامل بسبب الحمى. والدته بتحس إنه جعان وتروح هي والخدامة عشان تعمله شوية أكل. بيبص شينيا لنفسه في المراية، عرف إنه مقدرش ينجو وخد جسم طفل في عالم تاني، بس هو متحمس وقرر التحقق من حجمه. بعد كده شافته الخدامة وده خلاه محرج جدا، بس هو بيقدر ياخد معلومات كتير من الخدامة عن نفسه وعن عيلته. وبيلاقي إن اسمه كين وعنده 3 سنين، اسم والده جارم واسم والدته سارة، وعنده أخته اسمها رين أكبر منه بسنتين. بس سارة هي الزوجة التانية، واسم الزوجة الأولى لوالده ماريا، وعندها ابنين. وليه أخ اسمه نوبل عنده جيش خاص بيه وبيحمي مملكة إسفورد، ويعرف إن في غابة من الوحوش وبيحميها المغامرون، وبعضهم بيقدر يستخدم السحر. وشينيا متحمس جدا عشان يشوف كل ده، وعايز كمان يستخدم السحر. عشان كده قرر إنه يعيش حياته هنا، لأنه في العالم التاني كان يتيم وعايش لوحده، وعشان كده مفيش حاجة يحزن عليها. فقرر شينيا إنه يتعلم، فتفاجئ والديه بده، بس والده جار موضح له إنه مش هيسيب له أي ممتلكات، فلازم يحقق هو نجاحاته الخاصة في الحياة. بعد كده بيقرر قراءة كتب السحر في تاريخ المملكة لأنه مهتم بالسحر، بس أخته بتوضح إنه مش مستعد لده عشان هو محتاج إنه يتم تعميده زيها، وإنه يستنى لحد ما يبقى عنده 5 سنين. وبعديها في يوم كانت أخته هتمسكه وهو بيمارس السحر، بس لحسن حظه ما شافتش أي حاجة. وبيبدأ تعلمه حول تاريخ 300 سنة من المملكة، وإزاي بدأ ملكها الأول كمغامر قبل بناء المملكة. واخيرا بعد سنتين جه وقت مراسم تعميده. دلوقتي هو عنده 5 سنين، والده ووالدته واخته بيكونوا فرحانين جدا عشان شكله طالع لطيف النهارده. وبعديها بيبدأ يشوف العالم الخارجي لأول مرة، وهو ده نفس العالم اللي كان بيحلم بيه في حياته الماضية، عشان العالم دي فيه مباني قديمة وجنود والوحوش وكمان السحر. في الوقت ده بيسأل أخته الحل هيبقى عامل ازاي لما يتم منحه حالة السحر، عشان تفتح حالتها عشان تعرف انه بيبص عليها ويشوف مستوياتها السحرية اللي تقدر تستخدمها، وهي 3 عناصر مختلفة من السحر. والدته تقول ان رين منحت الحماية من المستوى التاني من قبل اله السحر، بس شينيا ما قدرش يفهم موضوع الحماية والمستوى ده. بعديها والده وضح له ان السحر والحماية متكون من 5 مراحل، عشان كده كل ما زاد المستوى كل ما زادت حماية الموهبة الطبيعية للمستخدم. وهو أمر مفيد جدا عشان بيحدد مقدار السحر المطلوب لتفعيل تعويذة معينة، وبيأثر على المهارات، وكمان الآلهة بيدوله الحماية وبيوصلوا المعبد المخصص لعبادة الآلهة السبع. وشينيا بيكون متحمس جدا لحفل تعميده، وبتأمل أخته إنه ياخد الحماية وسحر الآلهة بمجرد إنه يبدأ حفل العمودية. بيسمع صوت شخص بيضحك وبتبدأ التماثيل في السطوع، وعشان يفتح عينه ويلاقي نفسه في عالم الآلهة وال7 آلهة موجودين. بتظهر الآلهة قدامه بعد ما انتظروا اليوم ده كتير جدا ويسموه باسمه القديم. وبيتفاجئ إن الآلهة نفسهم يحضروا العمودية ويبقدموا نفسهم واحد واحد، ويقولوا له إن موته كان غير متوقع، عشان كان المفروض إن المجرم يقع وهو بيهجم على البنتين ويتم القبض عليه، يعني تدخله ما كانش ليه أي لازمة. بس هو مات وهو بيعمل عمل خير، وعشان كده إله الأرض طلب تجسده في العالم ده، بس حسوا إن التمريض وتغيير الحفاضات ذكريات هتسبب له عذاب شوية، عشان كده حجبوا عنه الذكريات دي. بس لسبب ما استدعوه وهو عنده 3 سنين وهو عارف ده، فبيقول لهم كين إنه ملوش داعي الاعتذار لأن ذكرياته رجعت له بسرعة، ويقدر يفتكر الكتابة واستخدام السحر.
والأهم إنه عايش مع والده ووالدته وأخته، عشان كده هو بيشكرهم إنهم سووا ذكرياته معه. دلوقتي كل الآلهة بتمنعوا حماية السحر والمهارات، ويوعدوه كمان إنهم هيقابلوه تاني عشان يفتح عينه ويسألوا والده هل يقدر يظهر مكانته. بس كين ما بيكونش عايز يظهر مكانته، وبيمثل إن بطنه بتوجعه عشان يهرب من هناك ويفتح نافذة حالته. يتفاجئ لما يشوفها، لأنه بيلاقي إنه بيتمتع بكل أنواع السحر والحماية من المستوى 10، وبيستغرب من الآلهة عشان هم قالوا إن المستوى 5 هو أعلى مستوى. دلوقتي أخفاه كين عشان ما يقدرش يوريه لأي شخص، وبعدها لقى إن آلة الخلق منحنه إمكانية إخفاء التعويذة، فشكره جدا. وبيخفي مستوياته السحرية الحقيقية أثناء العشاء، وبيحتفل كل بعيد ميلاد كين الخامس، ويسأل والده لو يقدر يتحقق من حالته ويقول له يظهرها. فبيظهر كين حالته والمستوى اللي حصل عليه، والكل مندهش لأنه ما بيتمتعش بحماية آلهة الخلق بس، بل حماية كل الآلهة. بس كين نسي يعدل قوته السحرية اللي كانت أكتر من 344 ألف، وبيقول والده إنه حتى سحرة القصر عندهم حوالي 10,000 بس، أما هو فعنده 4 بس. وكمان كين عنده صندوق وعنده عناصر وحكم، وعشان يقدر يحقق نجاح مضمون في أي حاجة. بس والده يمنعه إنه يظهر حالته دي لأي شخص تاني، عشان حالته قوية جدا وممكن تتشاف على إنها تهديد على المملكة. وكمان منع الكل عن الكلام عنها. بعد فترة كين يدخل أوضته ويلاقي كتاب عن استدعاء السحر، وبيفكر هل يقدر يستدعي الحيوانات الأليفة، ويبدأ بطقوس الاستدعاء. وكان يستدعي حيوان أليف، بس استدعى وحش مكانه، وبيخاف كين لما يشوفه، وبيقلق كمان على رين وبارما اللي كانوا موجودين معاه، والوحش عايز يقتلهم. بس كين بيقف قدامه عشان يحميهم، وهنا يفتكر ازاي حمى بنتين صغيرين في حياته الماضية، عشان كده ينط مرة تانية، بس المرة دي عشان يقتل الوحش باستخدام سحره. بس الوحش بيخبطه بقوة، بس كين عايز يحمي رين وبارما بأي طريقة، وبالصدفة قدر يرجع الوحش تاني من المكان اللي جه منه. وبيقع كين على الأرض وبتعيط أخته رين، وبيفتكر كين إنه خلى الناس يعيط تاني، فهل ممكن يموت تاني؟ بس لقى نفسه لسه عايش، وفتاة القط وبارما بيحضنوه، وبتفتكر رين إنه مجروح، وبتفكر تتصل على والدها. بس كين بيقول إنه كويس وزعلان عشان خوفهم، بس رين مبسوطة إنه بخير. بيفتكر كين إنه خلى البنتين يعيطوا في الوقت ده، بس في العالم ده هو قادر يساعد الناس. وبيبدأ كين يقدم نفسه لكل الناس، ويقول إنه عايز يزور كل الأماكن، والأهم من ده إنه عايز يحمي كل ابتسامة على وشهم من خلال إنه يكون مغامر. ما تنساش بقى يا صاحب اللايك المتين والاشتراك، وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات.